القسم الثاني من التوحيد توحيد القصد والطلب، التوحيد العملي. التوحيد العملي توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية توحيد العبادة، وتمثله سورة قل يا أيها الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كلها أشياء عملية، لا أعبد لا تعبدون لكم دينكم لي دين، أشياء عملية. فهذا التوحيد العملي. التوحيد العملي توحيد القصد، توحيد الطلب، وهذا توحيد الألوهية، أي تأليه الله. الألوهية أي العبودية، والتأله والتعبد، والله والمألوه أي المعبود سبحانه وتعالى.